حطيت معلقتين كبار من القهوة سريعة الذوبان أي نوع متوفر عندك، وحطيت عليهم كوبايتين من المية المغلية. بقلب القهوة كويس في المية علشان أتأكد إن كل حبيبات القهوة دابت، هي بتدوب بسرعة جدا. وبركنها على جنب لغاية لما أجهز بقية المكونات تكون القهوة بردت معايا. وممكن كمان تدخلوا القهوة شوية في التلاجة لغاية لما تبرد. وعلى طول هبدأ أجهز الكريمة. استخدمت نص لتر من كريمة الخفق، ولو مش متوفر عندكم كريمة الخفق ممكن تستبدلوها بالكريم شانتيه. وهحتاج 200 جرام من الجبنة الكريمي، أي نوع جبنة كريمي متوفرة عندك. أنا اللي كان متبقى عندي أقل شوية من ال 200 جرام، يعني تقريبا استخدمت معلقتين كبار أو معلقتين ونص، في حدود 150 جرام من الجبنة الكريمي. وحطيت عليهم 100 جرام من السكر البودر. قلبت السكر البودر كويس جدا مع الجبنة لغاية لما السكر كله اختفى أو داب مع الجبنة. بعد كده حطيت الجبنة بالسكر على الكريمة وضربتهم كويس مع بعض. وطبعا كمية السكر ممكن تزودوها، لأن السكر زي ما انتم عارفين حسب الذوق، فممكن تحطوا 150 جرام من السكر البودر أو أكتر من كده، أو كمان تقللوا كمية السكر. طبعا ده شيء يرجع لكم. بعد كده حطيت طبقة بسيطة من الكريمة في القالب وفردت الكريمة كويس. وخدت بسكوت الليدي فينجر وحطيته في القهوة سريعة الذوبان مجرد 3 ثواني. بحط البسكوتة زي ما انتم شايفين على الجنب ده وعلى الجنب ده، ثانية ونص وثانية ونص على السريع جدا، عشان هي بتشرب القهوة بسرعة جدا والقهوة لازم تكون باردة. وبحط البسكوت في القالب وبعمل طبقة تانية من الكريمة. وبحط الكريمة بأي شكل، لأن كده كده مش هتبان، لأن هحط عليها طبقة كمان من البسكوت. أهم حاجة تبان من جوانب القالب. أنا هنا استخدمت قوالب صغيرة، كل واحد ياخد القالب بتاعه، لكن لو انتوا حابين ممكن تعملوها كمان في صينية كبيرة. وبحط طبقة تانية من البسكوت، وزي ما انتم شايفين بحط البسكوت مجرد ثانية على كل جنب. وبحطها على الكريمة وبضغط البسكوت شوية صغيرة كده مع الكريمة. وآخر حاجة بحط طبقة كويسة من الكريمة. بغطي البسكوت كويس بالكريمة وبملي القالب بالكريمة وبظبط الكريمة كويس. أنا استخدمت ظهر سكينة علشان أعرف أظبط الكريمة. ممكن كمان لو انتوا حابين تعملوا وردات من الكريمة، أي شكل انتوا حابين تعملوه في الطبقة الأخيرة من الكريمة ممكن تعملوه. لكن أنا عملت أسهل حاجة وهي الكريمة وظبطتها زي ما انتوا شايفين كده، خليت سطحها أملس. هعمل باقي القوالب بنفس الطريقة. كمية الكريمة عملت معايا 5 قوالب، واستخدمت فيها باكو أو علبة كاملة من بسكوت الليدي فينجر. القوالب حجمها كبير، لكن لو انتوا استخدمتوا قوالب حجمها أصغر فهطلع معاكم كمية أكبر. آخر حاجة بعملها بديها رشة بسيطة من الكاكاو الخام. ولازم تدخلوها التلاجة وبتسيبوها من 8 ل 10 ساعات في التلاجة قبل التقديم.